Good morning. We have a very distinguished group of panelists today for this conversation on climate change and the environment. We have with us His Excellency, the Minister of Water Resources, Aoun Diab Abdullah. We have with us the Director General of the Climate Change Directorate within the Ministry of Environment, Mr. Youssef Moayed, who has also been a great partner to our institute and university on many environmental programs, and we thank you, Mr. Youssef. We have with us as well Sareen Karajarjian. She is the Director of Environmental Politics at the Arab Reform Initiative. And we have with us as well, finally, our very own Senior Fellow for Water Policy at IRIS, Dr. Samah Al-Muqdadi, who has also participated with us on several programs, and we're grateful for his presence as well. First question to the Minister. We all know that Iraq faces major challenges when it comes to climate change, which will, of course, impact water scarcity, both in the medium and in the long term, and presently, of course, as well. How can Iraq be ready for climate change if it has not yet made a sustainable agreement with neighboring countries, Turkey and Iran, around water flows and transboundary issues? What progress has been made on this important file in recent months and years, and what do you plan to do to carry it forward? Thank you. Thank you. أنا في البدء أود أن أقدم جزيل الشكر والامتنان لفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح على هذا الملتقى. حقيقة هذا الملتقى له دور فعال ومؤثر الواقع لاحظناه فيه، وتكراره مفيد أيضا ويخدم العراق بشكل كامل. فيما يتعلق بالسؤال اللي أثرته حضرتك، بالتأكيد التغيرات المناخية هي بالفعل الضغط الرئيسي هو على موضوع المياه. هذا مسألة منطقية، إلا أنه السؤال على وجه التحديد هو ماذا عن العلاقات مع دول الجوار. بالتأكيد العراق هذا الطبيعة الجغرافية حكمة أن تكون مصادر لنهري دجلة والفرات هي من خارج الحدود، وخاصة الفرات 90% من مياهها هي تأتي من تركيا. هذا معروف، يعني إيران ما ليس لديها علاقة بالفرات. في دجلة أيضا هناك النسبة العظمى تأتي من تركيا، ومن داخل العراق حوالي 18% فقط تأتي من إيران من الروافد الشرقية، إلا أنها مؤثرة على مناطق حيوية مهمة مثل منطقة ديالى، منطقة ثور الحويزة وشط العرب. احنا الواقع هذا موضوع العلاقة مع الدول الجوار في مجال ملف المياه، هذه موضوع طويل الواقع، من لربما من نهاية الستينات بداية السبعينات بدأت، بعد أن تم تنفيذ سد كيبان على نهر الفرات بدأت التفاوض بين العراق وتركيا بالذات. لكن هناك طموح طبعا لدى جارة تركيا باستخدام واستثمار كافة مياه النهرين بأقصى ما يمكن، ولهذا السبب خططت لإنشاء مشروع الجاب، هو مشروع تطوير منطقة جنوب شرق الأناضول، وهذا مشروع بطموح كبير. لكن وفقا للمعايير الدولية والقوانين الأممية أنه يجب هناك إنصاف لدول المصب. احنا دولة مصب، لكن وأيضا لربما في سنوات الجفاف تقاسم الضرر. لكن هذه المبادئ احنا نحاول نأكدها، بس مع الأسف الشديد لحد الآن لم نصل إلى اتفاق محدد واضح وصريح بشأن كميات المياه في نهري دجلة والفرات. فقط هناك بروتوكول موقع بشأن
نهر الفرات في سنة 1987 يتعلق في موضوع أثناء الخزن في أتاتورك، والتدخل من البنك الدولي حدد أنه لازم تكون أقل كمية تطلق على الحدود السورية التركية هي 500 متر مكعب في الثانية. بعدين صار اتفاق لاحق مع جارة سوريا أنه تكون توزع بنسبة 58% للعراق و42% إلى سوريا. هذه الاتفاقية فيها شرط أنه اتفاقية وقتية، لكن تستمر لحين الوصول إلى اتفاق كامل بشأن قسمة المياه بين الدول الثلاثة، لكن للأسف لحد الآن لم نصل إلى هذا الاتفاق. احنا نسعى في هذا الاتجاه. أثرنا هذا الموضوع بعدة لقاءات، وأيضا كان العام الماضي في شهر نيسان كان هناك زيارة لدولة رئيس الوزراء إلى تركيا، وأثرنا الموضوع بهذا الشكل، إلا أنه يعني وحاليا هناك احتمال لزيارة قريبة إلى الرئيس أردوغان للعراق. احنا عدينا يعني المذكرة الملائمة أو النص الملائم لأن يدخل ضمن البروتوكول اللي منوي توقيعه مع في أثناء هذه الزيارة. ملف المياه هو ملف حاكم أساسي ومهم، لأن هناك مصالح مشتركة، هناك ملفات عديدة لدى الجانب التركي معروفة لدى الكل، الملف الأمني، الملف التجاري، الملف الاقتصادي. هذه الكفة كلها راجحة إلى الجارة تركيا، بالوقت اللي ملف المياه من جانبنا احنا هذا يحتاج أن يكون في حالة توازن في دراسة هذه الحالة بشكل دقيق. فأثرنا هذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ونتوقع أنه راح يكون هناك يعني شيء خطوة للأمام في هذا الجانب. مع الجارة إيران الواقع أنا قلت أنه إحنا هناك صح نسبة المساهمة 18%، لكن مؤثرة بالنسبة لنهر ديالى. نهر سيروان الرئيسي اللي يغذي دربندخان أنشأ عليه مجموعة سدود في أعالي النهر داخل الجارة إيران، وأيضا هناك بعض المجاري تم تحويلها من يعني جنوب سد دربندخان إلى سد حمرين باتجاه أحواض أخرى. هذه مؤشرة في لقاءاتنا وحوارنا مع الجارة إيران مع المختصين في هذا الجانب، وإحنا مثبتين لأن هناك نسبة معينة وفق اتفاقية الجزائر اللي هي ما معمول بها من قبلنا، لكن من جارة إيران تشدد على استخدام الاتفاقية على أساس بها بنود مفيدة للجانب الإيراني. احنا أيضا هذا الموضوع بالاتفاقية هناك بروتوكول ملحق ينظم موضوع المياه في للوديان والأنهر العابرة للحدود، الأنهر المشتركة اللي على الحدود بالجانب الشرقي تصل لأكثر من 40 وادي ونهر. الواقع وصلنا إلى مرحلة. بالنسبة للواقع الشيء اللي أنا أسميه مؤسف نتيجة ما حدث بعد اتفاقية الجزائر، أنه صارت الحدود النهرية هي منتصف شط العرب. إذن أصبح نهر الكارون بالكامل هو نهر إيراني بالكامل، منبعه ومساره ومصبه داخل أراضي إيرانية. يعني من نناقش في هذا الاتجاه أحيانا حتى من لدى المختصين في المنظمات الأممية يقول هذا نهر أصبح نهر إيراني. فيعني قوة إذن أنا فقط انطلقت معهم من هذه الناحية أيضا بالاستفادة من الاتفاقية. أكو نص بروتوكول ملحق بالاتفاقية يعني ببيئة شط العرب. من هالمنطلق حاولت أن يعني أثير هذا الموضوع، والعام الماضي توصلنا إلى نتيجة إيجابية، نتيجة فتح نهر الكارون أثناء الصيف الماضي. هذا كانت لها تأثير إيجابي كبير على استقرار منطقة شط العرب.
And Mr. Minister, نعم. was that opening of the Karun the result of conversations, or was that a decision that was made as a kind of one-sided gesture from Iran? الحقيقة هو نهر الكارون نهر احنا سابقا كان المصب، لأن حدود العراق مع حدود خط المياه الملاصقة للساحل ضفة إيران، هذه كان يصب في شط العرب، وشط العرب كان نهر بالكامل هو نهر عراقي، حاليا نهر مشترك وفق الاتفاقية. فمن يكون نهر مشترك إذن هنا قوتنا في النقاش يعني تكون أقل، يعني ما عندنا من وسائل أو لغرض إقناع المقابل تكون أقل من ما كانت عليه سابقا، وكذلك الموضوع يتعلق في نهر الكرخة. لكن هنا نحتاج أنه نحافظ على بيئة شط العرب، إذن يجب أن تكون هناك كمية من المياه العذبة تتدفق من نهر الكارون إلى شط العرب، وهذا ما نعمل عليه حاليا. وإحنا راح يكون عندنا المؤتمر المياه الرابع في العراق الأسبوع القادم إن شاء الله في بغداد، راح يحضر وفد كبير من الجانب الإيراني برئاسة وزير الطاقة والمياه، وراح يكون هناك أيضا استمرار للمباحثات في هذا الجانب. نأمل أنه تستمر عملية فتح الكارون بشكل مستمر لغرض تخفيف على شط العرب، وهذا تعطينا فرصة أكبر يعني ومرونة في إدارة الموارد المائية بشكل أسهل. Thank you, Mr. Minister. We'll come back to you with some questions later about internal water governance. But I'd like to turn to Yusuf Moayed, who again heads the ministry's efforts on climate change adaptation and preparation. Could you give us a sense? I know that, over these last couple of years, there's been a lot of effort from the Ministry of Environment to really take leadership over this issue of climate change strategy. If you could simplify for us, what are the core ideas at the heart of this strategy that's being prepared? The top priorities. And then as a second part of that question, how will it be financed? These will require important investments. And historically, the ministries related to water and the environment, whether it's Mowarid Ma'iyah or whether it's environment, haven't been as well funded. So could you also talk a bit about the financial side of this strategic framework? شكرا أستاذ مايك. طبعا فيما يخص موضوع إدارة قطاع التغيرات المناخية من قبل وزارة البيئة، يعني هي وزارة البيئة هي نقطة الارتباط الوطنية أو هي المنسق الوطني لهذا الموضوع على مستوى الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي. لذلك هناك يوجد تواصل مهم مع كل الوزارات والجهات القطاعية ذات العلاقة. من نتكلم على الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالتغيرات المناخية، أكيد نتكلم على وثيقة المساهمات الوطنية العراقية، وثيقة الNDC. هذه الوثيقة التي وضعت بكل مشاركة كل الوزارات والجهات ذات العلاقة بما بها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، اللي هي تمت المصادقة عليها في عام 2021. طبعا هذه الوثيقة لها أولويات مهمة جدا. مثل ما تعرفون حضراتكم تأثير التغير المناخي بشكل كبير مثل ما تفضل معالي الوزير على قطاع المياه، وتبعات الموضوع أيضا القطاع الزراعي، أيضا موضوع قطاع الطاقة، موضوع الغابات، موضوع التنوع الإحيائي. لذلك الأولويات الخاصة أن في هذه الوثيقة هو موضوع الأمن المائي، الأمن الغذائي، موضوع التنوع الإحيائي خاصة في مناطق مهمة في العراق، على سبيل المثال الغابات في كردستان، موضوع الأهوار في جنوبي العراق. لذلك احنا الآن مستمرين في وزارة البيئة في إعداد وثيقة هي تعتبر الملحق المهم للNDC، هي وثيقة خطة التكيف الوطنية.
هذه الخطة سوف تركز على 13 قطاع. نتأمل إن شاء الله قبل مؤتمر 29 القادم في أذربيجان أن يعلن العراق على هذه الوثيقة. ركزنا على مواضيع الأمن الغذائي، الأمن المائي، مواضيع الصرف الصحي، موضوع التراث والسياحة، موضوع التنويع الاقتصادي. هذا من الأمور المهمة جدا اللي احنا بدينا نركز عليها بشكل كبير، موضوع تحديث المناهج الدراسية وكل هذه المواضيع. صراحة الآن نقود الملف من خلال وزارة البيئة لكن بجهد وطني. الآن عندنا لجنة وطنية عليا للتغير المناخي برئاسة معالي السيد وزير البيئة وعضوية كل الوزارات القطاعية، أقل تمثيل من الوزارات وبمستوى وكيل وزير، أيضا بوجود ممثلين من حكومة إقليم كردستان معنا في هذا الموضوع. تحديات مهمة جدا في هذا الموضوع. احنا ان شاء الله خلال فترة قريبة قادمة يعني ما تتجاوز الشهر حنعلن على استراتيجيات مهمة. اول شيء هي وثيقة الوثيقة الخاصة بالتخفيف النامة، وهي اللي تتضمن الخطط التي ستقوم بها الوزارات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في العراق. أيضا عندنا وثيقة الخاصة بالتكنولوجي نيد اسسمنت، الاحتياجات التكنولوجية، ماذا يحتاج العراق من نقل تكنولوجيات ومن ابتكارات حتى ننفذ التزاماتنا في اتفاق باريس. أيضا عندنا وثيقة هي وثيقة البرنامج القطري لصندوق المناخ الأخضر، ما نحتاج العراق ماذا يحتاج من مشاريع لتقديمها إلى واحدة من أهم آليات تمويل المناخ هي صندوق المناخ الأخضر. أيضا عندنا وثيقة البلاغ الوطني الثاني، هذه الوثيقة اللي حتضم جرد الانبعاثات، حنقدر بالضبط نعرف القطاعات الخاصة بجرد الانبعاثات وعلى ضوءها نقدر نتابع أي خفض يكون بالقطاعات استنادا إلى التزاماتنا باتفاق باريس. الشيء المهم جدا احنا إن شاء الله حنبدي وحسب المتطلبات اللي تم إعلامنا بها خلال كوب 30 اللي حيكون في البرازيل السنة القادمة، يجب الدول أن تسوي أبديت تحديث لوثيقة الNDC المساهمات الوطنية. لذلك احنا حنبدأ إن شاء الله بوقت قريب على هذا الموضوع. كل هذا حيتلائم مع الالتزامات والاستراتيجيات والخطط الوطنية. الآن عندنا الوثيقة التنمية الوطنية اللي تعدها وزارة التخطيط، تحتوي على فصل كامل خاص بالتغير المناخي والبيئة. أيضا عندنا وثائق مهمة مثل عندنا القضايا والاستراتيجيات اللي تخص الشباب. الآن أصبحت تركز على موضوع كيفية إدماج الشباب بالعمل البيئي والمناخي بالعراق. احنا في فترة أسبوعين إلى 3 واحتمال كبير في مؤتمر المياه نطلق مع اليونيسيف وثيقة خاصة بموضوع يعني زيادة مرونة الشباب والأطفال في العراق تجاه تأثير التغيرات المناخية. أيضا موضوع مهم جدا هو موضوع التزاماتنا في مواضيع الطاقة. تعرفون حضراتكم الاقتصاد العراقي هو حادي معتمد على موضوع النفط والغاز، لذلك يجب أن نتجه إلى موضوع التنويع الاقتصادي خاصة فيما يخص Dr. Yusuf, I'm wondering, just to push you a little bit, one of the concerns we have at the Institute is that when we speak with the Ministry of Environment, the sense of a strategy is in so many different directions, with so many different strategic documents. There isn't, from my view, and just forgive me for being a little bit, there isn't to me a sense of a priority. I asked you about priorities. Yes. And then also about the kind of financing that's needed. It's much appreciated that this is a complex issue and you have to look at these different dimensions. But realistically, this is a small ministry. It's an important ministry. There has to be a sense of a focus. What would you say is the focus? أكيد يعني احنا موضوع الأمن المائي والغذائي هو الأساس في موضوع تأثير التغير المناخي، وأيضا موضوع التحول الطاقي، أيضا موضوع التنويع الاقتصادي لهذا الموضوع. مثل ما تفضلت يعني احنا موضوع توجيه الموارد المالية للحكومة مهم جدا بتحديد الأولويات، وحاليا احنا عندنا جهد كبير مع وزارة المالية ووزارة التخطيط في هذا الموضوع. الآن يعني صراحة اللي عندنا تقدم مهم في قطاع التغير المناخي والبيئة، لأن نشوف أكو رغبة سياسية من صانعين القرار في هذا الموضوع. لذلك الأولويات الآن هي مواضيع المياه، الزراعة والتنويع الاقتصادي، التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام. Okay, thank you very much. I'm going to move to Sareen. She's with the Arab Reform Initiative and is leading a MENA-wide effort on environmental governance. Oftentimes with climate change, we have a tendency either to securitize the issue, to think of it as a threat to stability,
or to kind of make it into a technical problem. This is a problem that we can fix if we have the right technologies, the right, But our recent research at IRIS, in partnership with United States Institute of Peace, we've really been trying to shift the focus, at least within the Iraqi context, to governance. The relationship between environmental management and governance, and as well as, not only that, politics. And I know that this has also been your focus at Arab Reform Initiative, but in a MENA context. Could you help us connect the dots between water governance, environmental governance in Iraq, and the sort of broader MENA context? Yeah, thank you. It's great to be here, and thank you, Mac, for this question. As part of our work at the Arab Reform Initiative, what we're looking is we want to focus on uncovering and analyzing the multiple intersections between environmental and political dynamics, and these two are not separated. So today, the environment is inherently political. From the way we manage and handle our vital natural resources, such as water, to the different policies we adopt vis-à-vis our agricultural practices, to how we structure and develop our energy systems, all of this is political. And it necessitates constant monitoring and analysis in order to push to understand how the many political and socio-economic crises in our region have affected our environment. And maybe here I'd like to quote a story of Huda, who's a 24-year-old woman, also a farmer from Hawija, who told some of our colleagues from the Norwegian Refugee Council, if drought continues and these conditions continue, agriculture is going to deteriorate, because if there is no water, how are we supposed to irrigate our land? We are depending on agriculture to earn an income, and we know that more than 20% of the workers in this country in Iraq are actually working in the agriculture sector, more than the oil sector. And same, Samira from Mosul also shares her concerns. She was internally displaced from conflict and recently returned to Mosul to farm with her 2 children, but has already seen reductions in her crop yields. I do not know what to do. I feel lost. I cannot leave my land. It is my only source of income. So these are the voices of Huda, of Samira, and other voices in this country bearing the brunt of this struggle that must be front and center to finding solutions. So if we go back maybe to the questions about the water issue, and specifically our 2 former colleagues also discussed about this. Today, the ministry actually has reported that the water reserves in Iraq had decreased to 7 billion meters cubed compared to 60 billion meters cubed in 2020. And the official also said that the water flows on Euphrates and Tigris rivers have decreased by about 70% in 2023 compared to the previous decades. So this drop in water availability creates consequences on public health, decreased agricultural productivity, political unrest, domestic and international tensions, and leaves the country open to resource exploitation for political and economic gains. These suggest that the Iraqi government needs to take quick action, but investment in infrastructure is not enough, as the water issue has the potential to accelerate re-emerging social divisions and political fragmentation, and thus undermines Iraq's stability and security. But today, the political implications of water policies must be carefully taken into account in Iraq's post-conflict process, and should complement and not be only finding technical solutions, but also understanding the politics. So if I may continue around the main challenges and the problems, and this is what we as think tanks and universities today, and also scholars and practitioners and policymakers, are finding the core source of the solutions. So today, the country, specifically if we're looking at Iraq, and also other parts, but specifically about Iraq, the country's water crisis derives from a mix of global warming and drought, poor water management, violence, all industry excesses, and regional factors. But 2 main issues
are external factors, as the minister also discussed, such as the water catchments. We know that the Euphrates, the Tigris, and Shatt al-Arab River catchments are shared between the different countries neighboring Iraq due to the fact that all the major rivers in Iraq are shared with neighboring countries. Several agreements were signed with neighboring countries, but none of them actually had been put into practice. And you mentioned it before. Turkey, Syria, and Iran have carried out substantial developments of continuous the dams policy that have affected the quantity and quality of water reaching Iraq. This has led to political disputes and uncoordinated water development projects among co-riparian countries, which could lead to further regional tensions and water development. And of course, climate change. We've seen, moreover, Iraq ranks amongst the countries most vulnerable to climate change. Change precipitations, rising water tensions, and prolonged heat waves and drought will aggravate the water crisis. But there are also internal, domestic challenges, specifically damage and water installations, and we're seeing this, poor maintenance, poor water management, and impacts of several conflicts and wars. Second, Iraq's oil booming and polluting from gas flaring is also to be blamed. It is worsening the water crisis in the oil-rich, specifically in the south. And Iraq's rapid urbanization and its population growth, which will continue to increase the demand on water. With an annual population rate of 3%, the country is one of the fastest growing nations in the Middle East. And also to give specifically, in 2018, we've seen, and we've also seen protests happening, the Tishreen movement in Iraq, specifically in the south, and I come from Lebanon. I mean, always the south is a, and same in Tunisia. You know, every country has a south. It's a region that is completely left out. The Iraqi government knew that Basra is actually, its water is being polluted, yet no action has been taken, and it resulted of more than 100,000 inhabitants were actually hospitalized. This is a public health issue. And who is to be held accountable? So we go back to the domestic. So it's both. It's international and regional, but we can't just blame the international and regional. We have to look at internal governance systems. Who is being held accountable? Who are these populations that are not being heard, such as Hoda and in other parts? Thank you. Thank you, Sareen, for highlighting the governance and politics of this complex issue. Dr. Sameh, who is with us at IRIS and broadly speaking is a water expert. Dr. Sameh, if you could give us a sense of, you know, we all know that there are many factors at play here when we're thinking about water scarcity. To what degree is climate change a part of the picture? How can we kind of make sense of, okay, we have the transboundary issue, we have the internal governance issue, we have the climate change issue. What is this thing that we call climate change, and how does it actually impact concretely water levels, both now and in the next decade to come? Indeed, Mac. Thank you very much for this excellent organization for the forum. Actually, let's have to step back to have a look for the bigger picture. As you mentioned, we are talking here about a complex system. And climate change is a complex system with too many factors. So if we have a look at 2/3 of the oil reserve is located in 5 countries in this region. Iraq is on the top of them. This is like a sword with 2 edges. From one side, this is an easy access to finance that could help the country for the long run to develop. But at the same time, this means a lot of carbon dioxide and greenhouse emissions to the atmosphere. Add to this subject, there is a margin of risk of political instability for those countries who has a wealthy and natural resources, which basically 4 times bigger than any other nations. Now, there is a flip side for this coin as well. If we have a look on water resources, the MENA region, which we are part of it,
It is formed 6% from global population, but it has only 2% from fresh water resources. And this is like a stop sign we have to consider. Now let's mix all of these information together in one plate. And we're gonna have 3 key challenges. The first one is the food security, because agriculture then will be influenced. And we know that 80% from the water resources is consuming in our agriculture sector. The second one is the environmental degradation. More oil production, this will mean we gonna need also more to take care of the environment as well. And the third one is hindering our economic system for the long run if we just depend on one merchandise. This merchandise has been fluctuated. And by this, we have an unstable economy for the long run. Now, the climate change on the top of that is disorder the whole system as an external challenge. Now, the question on the table, if we do have a solid information about the climate change or a solid data, and if we keep a deep look, and unfortunately we do have a very hazy data and very little known about what is the actual impact for the climate change on Iraq. That's why we sometimes saying, well, Sawa Lake, Buhayrat Sawa, has been depleted because of the climate change, which is absolutely no. This is a man-made. We have been overused the groundwater. This is why Sawa Lake has been gone. The flood in Erbil is not because of the climate change. It is because the poor urban planning. We are not denying the climate change actually here, but we should be more rational, and we have to take more evidence-based. And the only information that we have, I see it's everywhere now, that the climate change, Iraq is one of the top 5 countries has been influenced by the climate change. Unfortunately, this has no solid scientific base. And we need really to consider and be careful when we mention such an information. If we have deep look on the data that we do have, it's either unsustainable, either it's not has a regular updated, or is not consolidated or not being integrated. This is why you see in one ministry and under one ministry, the one figure, it's for the same issue. You're going to see a lot of figures within different directorates. Now, this is why we really to consider climate change as it's a new animal. We have no idea how we're going to act. So we need to be careful and to invest more in solid scientific research. It is a cross-boundary challenge. It will not be limited to a certain country. All of the region, all of the world has been impacted by the climate change. But how to deal with the climate change, sometimes I see that we are on the state level in Iraq. We are focused on the bigger picture and we forget the baby steps, which is rather important as well. We should really focus on a certain area to fix. For example, which has the lion's share of the water resources in agriculture. We're still using an outdated systems. I know that the government, they try to do their best, but at the same time, we don't have a fuel in the government. We don't have the financial budget, which is sufficient to the ministries to rely on. And this is the problem. We have only 1% has been allocated to both ministries, Ministry of Water Resources and Ministry of Agriculture, which make absolutely no sense for strategic planning. So this is part from the bigger image. Now, if we're gonna shift to the governance, or you would like to get for the second round, it's up to you, Mike. Yeah, we'll come back to it. Okay, sure. But you've already actually made the point about governance, and I'm going to use your example of Sawa Lake to come back to the minister. Minister, Dr. Sameh was mentioning that, oftentimes it is said
that lakes like Sawa Lake or the Bahr al-Najaf, that they're disappearing because of climate change. When in fact, this is because well digging and groundwater usage hasn't been properly regulated. This is the main issue. And so how do we think, if we kind of switch the focus towards internal water management, everything from regulating groundwater usage to regulating dams and allocations of water, what is the ministry's sort of long-term plan, let's say medium and long-term plan, to improve Iraq's position vis-a-vis water governance? شكرا. الحقيقة هذا موضوع مهم جدا. أنا تحدثت يعني وأشكر الأخت والأخوان أثاروا مواضيع حيوية. إزاء هذا التحدي هناك تغيرات مناخية ضاغطة على المورد المائي، هناك زيادة في الطلب والمتوفر محدود، إضافة إلى احتمال التناقص في كمية المياه مستقبلا نتيجة التغيرات المناخية، زيادة عدد السكان، زيادة الطلب. إذن هذا تحدي جاد. حقيقة حتى نكون واضحين، احنا قمنا بدراسة اسمها الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي في العراق، تم المصادقة عليها سنة 2015. أعطت بعض المخرجات نعتمدها حاليا كخارطة طريق للسلوك في إدارة الموارد المائية، لكن ما اكتفينا عند هذا الحد. حاليا احنا باتجاه تحديث هذه الدراسة، لأن كانت لم تأخذ التغيرات المناخية بالمستوى المطلوب، واللي كان غير واضح تقريبا. حاليا بدأ يتعاظم بشكل أوضح تأثيرات التغيرات المناخية وتأثيرها على المورد المائي. فلهالسبب طلبنا إعادة تحديث هذه الدراسة، وتم توقيع عقد مع إحدى الشركات الإيطالية نتوقع أن نباشر به قريبا لتحديث الدراسة ولتوضيح النظرة المستقبلية للموارد المائية في العراق. دراسة أفضت عن حقيقة هي مؤلمة بعض الشيء، أن هناك نقص بحلول سنة 2035 يصل إلى أكثر من 10 مليار متر مكعب في الموارد المائية. إذن هناك فجوة كبيرة بين ما معروف من موارد مائية والطلب على الموارد المائية. إذن كيفية تقليص هذه الفجوة هنا مهمتنا، يعني هاي النقطة الحيوية في إدارة الموارد المائية اللي يجب أن يكون بها يعني وقفة جادة، ليس من وزارة الموارد المائية إلا من الحكومة الواقع بشكل عام. فتقليص الفجوة هذه باتجاهين: اتجاه ترشيد استخدام المياه، هذا مهم جدا، والاتجاه الثاني أن نجد مصادر بديلة وليست مصادر تقليدية، مصادر أخرى للمورد المائي. في مجال ترشيد المياه هناك توجه جاد لدى الحكومة الحالية الواقع في تغيير نظم الري لكون الزراعة هي المستثمر أو المستخدم الرئيسي للمياه، مستهلك الرئيسي للمياه. فيجب أن نغير النظم الزراعية في الحقل، يعني نسميه لون فارم إيريجيشن. يعني هذه كلفت بها وزارة الزراعة أن تعتني بتغيير النظام داخل الحقل، وبالفعل كان هناك تحول نسبي خاصة في السنوات الأخيرة. يعني هاي السنة الأخيرة شاهدناها بشكل واضح. أصبح استخدام المياه لا يمكن في المناطق الصحراوية بدون استخدام المرشات، يعني هذه أصبحت واضحة للجميع. هناك توجه لاستيراد أعداد كبيرة جدا من المرشات الزراعية لغرض توزيعها على المزارعين.
يعني تصل إلى أكثر من 11,000 مرشح خلال هذه الفترة هذه السنة. وزارة الزراعة هي متبني هذا الموضوع، وكان هناك تخصيصات من الحكومة الاتحادية بشأن هذا الموضوع، فعلا تخصيصات مجزية لوزارة الزراعة للتحول في هذا الاتجاه. هذه إضافة إلى هناك تسهيلات أعطيت للمواطنين، يعني رفع الضرائب عن استيراد الأجهزة، أجهزة الري بالرش. شجع عديد من المستثمرين الزراعيين لاستخدام طرق ري حديثة لاستيراد هذه المعدات لكون يعني بأسعار مقبولة ومعقولة. هذه كلها لها تأثير إيجابي في اتجاه استخدام المياه بشكل أمثل. فيما يتعلق في وزارتنا هناك المهمة الرئيسية لدينا كيفية إيصال المياه الخام للمستهلكين والزراعة سواء مياه الشرب. هذه أيضا عندنا خطوات عملية بالتحول، يعني بالتحديث طرق النقل. حاليا نعتمد التبطين حاليا عندنا تقنية الحقيقة نفذناها وكانت ناجحة جدا، والتبطين تحت الماء نسميه باللحاف الخرساني، يعني المياه جارية في الأنهر وتغلف بواسطة نظام جديد عبارة عن مادة تشبه القماش تفرش على أرض مقطع النهر بعد إعادة المقطع إلى حالته التصميمية الأساسية، ومن ثم يضخ الكونكريت في هذا القماش ويشكل يعني حالة كاملة. هي تخلصنا من موضوع الخسائر في الفاقد في الرشح، وتخلصنا من نمو القصب والبردي، ومن الصيانة الدورية. نبذل جهود كبيرة في الصيانة الدورية وكلف عالية لصيانة الأنهر. هذه الواقع التجربة نفذناها بالعديد من المناطق وأخذت استحسان ونجاح كبير في العديد، لأن سهل سرعة جريان المياه، تخلصنا من نمو القصب البردي. مثل ما قلت أيضا القصب البردي هو مادة أيضا نباتات مستهلكة للمياه. فكثير من الأمور أشرت حالة إيجابية. حاليا أيضا عندنا تعاون باتجاه استخدام نوع جديد من التبطين، وليس التبطين التقليدي. أكو ما نسميه الكونكريت ماترس، عبارة عن يعني مادة تفرش على مقطع القناة، وفي حالة رشها بالمياه تتحول إلى مادة خرسانية سميكة، بس سمكها لا يتجاوز حوالي 13 مليم. هذه عندنا تعاون مع الجانب البريطاني في هذا الجانب. حقيقة حاليا عندنا تجربة نقوم بها في منطقة الإسحاقي، أنا أتوقع لها نجاح. هذه تنطينا فرصة للسرعة في التنفيذ، لأن الطريقة التقليدية في التبطين تأخذ وقت أطول ونخسر وقت طويل لمواجهة هاي الحالة. هذه راح تنطينا، إضافة إلى التوجه لنقل المياه بالأنابيب، هذه ما نسميه في شبكة الري المغلق. هذه التوجهات الرئيسية اللي تستخدم حاليا. أكو طرق متطورة، بعض المستثمرين دخلوا أساليب الري بالتنقيط، التنقيط التحت الأرضي، يعني تدفن أنابيب التنقيط وتصل المياه من المصدر إلى جذر النبتة. هذا شيء متطور يعني لزيادة كفاءة الري، يعني هذا معروف، نصل إلى كفاءة جدا عالية في هذا النوع من التقنية. هناك أمور عديدة إيجابية لاحظناها. بدأت المزارع المستثمر ثقافته تتطور في هذا الجانب لتحسين يعني عملية الإنتاج من ناحية زيادة الغلة، ومن توفير المياه من جانب آخر. حاليا نستخدم طرق أخرى في مجال الري السطحي أو السيحي باستخدام التسوية الليزرية. هذه أيضا تجربة أصبحت ناجحة ومستخدمة بشكل واسع في العراق. الواقع في حالة تسوية الأرض بشكل كامل، تدفق المياه يكون أسهل، وصوله إلى كل المنطقة، لا يوجد تبقع بالحقل.
هذه حققت لنا نتائج وفرة بحدود 35%، وفرة بالمية استخدام المياه، وزيادة في الغلة بحدود 25%. يعني جانبين مهمة. إذن هذه لها تأثير وانعكاس إيجابي. حاليا لاحظت هاي خلال السنة الماضية كان الإنتاج الزراعي، إنتاج القمح في العراق وصل إلى مديات جيدة جدا، بحيث شكل اكتفاء ذاتي تقريبا 5 ملايين طن و200 ألف طن. هذه السنة نتوقع الإنتاج راح يكون أكبر. الواقع أيضا هسه نلاحظ يعني مساحات الزراعية المزروعة كبيرة أيضا. هذه تؤشر حالة إيجابية في هذا الجانب. من الناحية الأخرى اللي أريد أركز عليها بشكل سريع الواقع عندما تركتها موضوع إدارة نوعية المياه. حقيقة احنا عندنا في هذا الجانب للأسف بعض التخلف في تعاملنا مع المياه. هناك تلوث، حالات التلوث. عندنا حاليا توجه مجلس الوزراء شكل لجنة عليا باتجاه مراقبة مصادر التلوث بالعراق بشكل عام، ونراعي هذا الجانب. نحاول أنه نتخلص من موضوع رمي الفضلات والمياه المجاري بشكل مباشر إلى الأنهر، أيضا المخلفات الصلبة. هناك احنا من جانبنا عندنا محطات قياس مستمرة لقياس النوعية، وأكدت على أن يكون هناك ليست رعاية جانب الكمية فقط، إنه إدارة النوعية أيضا في العراق من مصادر دخول المياه على الحدود في المشتركة بيننا وبين تركيا بنسب تراكيز ملحية بسيطة، لكن للأسف تزداد كل ما ذهبنا إلى الجنوب. إذن هناك إجراءات في هذا الجانب. هذا الجانب أعطيناه أهمية خاصة، وأيضا هناك تعاون من وزارة البيئة في مجال يعني تأشير حالات التلوث في عموم الأنهر العراقية. هذه أهم التوجهات اللي تقوم بها الوزارة. شكرا. Thank you, Mr. Minister, and thank you for being with us here today. I'm going to switch up the order a bit on the second round and come back to you, Dr. Sama. Perhaps since you are focused so much on water governance within Iraq, you could respond to some of the minister's proposals and ideas and give us your take on what's lacking and what needs to happen with water governance in Iraq. Well, thank you very much for the comments. It looks optimistic to go that direction. However, we should really focus on facts. If we have a look for the management system in Iraq in general, we have been passed through a radical shift from centralization to decentralization system right after 2003. And there were no sufficient time to prepare for this radical shift. If we have seen the experience in Germany, for example, after the Second World War, they took like 10 years to be prepared for that. And Japan, they took like 5 years to adapt. In Iraq, we took a couple months. And this is why we are witnessing now plenty of outdated regulation, which has been inherited from the centralized system, and we needed to work within this decentralized system, which make sometimes no sense. Now, for the water resources, which is apart from this issue, if we have a look where we should invest, we should more invest in terms of technology, because this is the only way to reduce or to bridge the gap between demand and supply for the long run. But then, investing in technology, it needs a fuel. That means need resources. And these resources, unfortunately, is part from political debates between the parties. We have no idea, actually, how the decision is made in the state level, whether this is a collective decision or individual one, because this is very important in the centralized or decentralized system. Now, if we look more deep, there is a concern in terms of geopolitics, and we have to consider
the geospatial. There is no one solution fit for the whole country. If we have a look for the Kurdistan region, their priorities and challenges are different than in Basra. In Basra, our priorities is the pollution, or let's say the water allocation. But the most challenging things is the pollution itself, because they are the ultimate downstream. And if we have a look in Kurdistan region, their challenge are tend more for budget allocation. But their opportunity is to build more dams for water harvesting, which is a perfect fit to our country. Now, at the end of the day, to simplify this, the challenge altogether, we are like driving a car. If we have simplified this, that Iraq is a very nice car, but the body itself, it's located in centralized system, and the engine is decentralized. And both of them, they are not fit to each other. All of the government, they try to drive this car, and there is no fuel, because, you know, the fuel is the cash and the financing for these ministries. So what's happening, the decision makers, they jump out, they try to push the car for a couple hundred meters, and then they stop. And they try to jump in again to ride the car, but the engine itself is not fit to the body, and there is no fuel as well. What's happening is we hire more people to push the car with us, instead of we invest in technology itself. So I'm going to stop here too. I guess it's sufficient trouble to make it here on this panel. Thank you, Dr. Sama. So Sareen, we have a question from the audience asking about, are there examples in the MENA region, based on your research, that suggest that some of these political challenges can be overcome? Okay, that's the million-dollar questions. How do you find solutions? I mean, first of all, I think we go back to getting information. And yesterday we had a panel in the afternoon about, civil movements and how do citizens and residents get information. Had we known that the Basra was polluted, maybe the citizens would have, or residents would have reacted differently. The authorities would have reacted differently. So getting information is very key. And how do you get this information? I mean, there are, if we look around, Humat Dajla, Save the Tigers, there's so many initiatives that are working collectively, not just in Iraq, with other organizations, and creating networks, creating collective solutions to finding our problems. So I think it's not just at the level of the individual. You have to go back to, collective initiatives where you get the information. So there are certain, the ministry has put in place this online platform where you go and check, and there's now so many applications online where you can see where the pollution is happening. What are the levels of water, of pollution inside, in a well, or even in the river? But I think it's beyond to get the information. It is also the role of the government to provide this access to information and to inform its citizens and its residents with where the pollution is happening. So this is one. Two is, I would go back as well to advocacy. We're seeing much more. We have also produced a study on, and from an Iraqi colleague, Safa Khalaf, he's an Iraqi journalist, on mobilization. How do citizens actually mobilize on the ground, and where do they get their information? And we're seeing more and more, threats towards vis-a-vis activists, and who speak up and express also their concerns. So yes, research is definitely a forte, and we tend to rely on Western data. We always rely on Western data. We are not generating our own research, we have to have our own discourses when it comes to environmental justice, and also then go back to putting justice at the center. And that's why we focus on this. And we're talking today also a lot about, we're transitioning, we're going to greener economies. And the last 2 days we've been discussing this. Yes, it's good, but what does it mean realistically? Who's benefiting from this transition? And who's being left out of this transition? And again, we're seeing
the World Banks, the IMF being at the center of the discussions, being the ones who are negotiating on our behalf about our resources, about our health, about our needs. So it's recentering the citizen as the right to speak, the citizen who can actually generate its own data and become an active member of society. I'm glad you mentioned that. At IRIS, we actually have a project that has just gotten kicked off with our partner, Pax Netherlands, on this very issue of citizens' involvement in environmental change with a focus on citizen science. And so I entirely agree that that really is the way forward to think about political change. We have a question which I think is best for Mr. Youssef on pollution, and the minister already mentioned the issue of pollution, but I think it's important to address this specifically to the Ministry of Environment, because the Ministry of Environment is responsible for monitoring pollution violations, and to some degree, from what I understand, even issuing citations for these kinds of things. What do you see, and honestly, there are so many examples of communities that are really suffering from water pollution. And it's not just in Basra. Here in Kurdistan, in Darbandakhan, for instance, there's a long-standing pollution issue that for many years just hasn't been dealt with. And it's also something that leads to instability and protests. And it has very little to do with climate change. This is a governance issue, right? So what is the approach of the Ministry of Environment to finally making some progress on this issue of water pollution in Iraq? شكرا دكتور مك. طبعا أكيد من خلال وزارة البيئة ومن خلال يعني المديريات البيئة، يعني احنا في وزارة البيئة عندنا مديريات في كل المحافظات. طبعا عندنا تقارير دورية خاصة بمواضيع ليس فقط تلوث المياه، أيضا مواضيع تلوث الهواء، مواضيع تلوث التربة، بعض الحوادث الطارئة اللي تكون لها تلوثات. احنا الوزارة بشكل دوري تعد تقرير خاص بمواضيع تلوث المصادر المائية، ونحدد به المناطق اللي نسميها احنا الهوت سبوتس الأكثر تأثرا. طبعا أكيد لما يتم إعداد هذه التقارير يتم مشاركتها مع كل الجهات ذات العلاقة، سواء في الوزارات المركزية سواء كانت مع الحكومات المحلية. طبعا احنا ما نخفي بين موضوع التلوث المياه يعتبر هاجس بالنسبة لوزارة البيئة، إضافة إلى تأثير التغير المناخي، مواضيع سياسة دول الجوار في موضوع الترانسبوندر ووتر أو المياه العابرة للحدود. موضوع تلوث المياه هو يعني هم أو عبء إضافي لهذا الموضوع. لذلك احنا يعني من خلال التقارير الدورية أيضا ترفع إلى مكتب السيد رئيس الوزراء نحدد الجهات المخالفة. احنا اكو موضوع جدا مهم، هناك بعض المخالفات تأتينا من جهات حكومية، يعني بدنا نعمل من خلال قانون حماية وتحسين البيئة على تفعيل تجديد هذا الموضوع. احنا يعني حاليا ماشيين في موضوع تركيز على تفعيل أو إنفاذ قانون حماية وتحسين البيئة. إن شاء الله في وقت قريب جدا حيكون عندنا في كل محافظة قاضي للأمور البيئية حتى نفعل هذه المواضيع. ما نخفي يعني كثير من المواضيع اللي تخص تلوث المياه مسؤول عليها بعض القطاعات أو المؤسسات الحكومية. فيما يخص موضوع القطاع الخاص أو المؤسسات أو المعامل الأهلية أو القطاع الخاص، يعني ينفذ عليهم كل يعني قوانين ويأخذون الإجراءات القانونية والفنية معهم بهذا المواضيع. تلوث المياه يعني من الأمور المهمة جدا بالنسبة لنا. الآن مستمر التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، خاصة وزارات البلديات، الصحة، وزارة النفط، الكهرباء والصناعة، لتحديث وحدات المعالجة البايلوت تريتمنت والخاصة لهم حتى نحد من هذه التلوثات. نسبة التلوث الخاصة بالمياه بالعراق هي نسبة يعني خطيرة جدا. لو استطعنا أن نحد من هذا التلوث حتكون هناك لنا مصادر مائية مهمة جدا يمكن الاستفادة لها في مختلف الاستخدامات سواء المنزلية أو الزراعية أو الصناعية. لكن هو هذا هم أساسي الآن وده نعمل عليه بالتنسيق مع كل الوزارات ذات العلاقة سواء كانت التنفيذية أو التشريعية. Thank you, Mr. Youssef. Thank you, Mr. Minister, the rest of our esteemed panelists for this excellent conversation.